طيب ناخد شويه عناوين. احنا معانا الجمهوريه والوفد. وفي الجمهوريه الاهلي يتربص بالشرطه. انا ما بحبش العناوين دي استاذ احمد زهران، يعني انا بحييك، لكن التربص والحاجات دي يعني ممكن. زكريا يطالب الاهلي بتحمل نصف غرامه الجبلايه. مؤمن زكريا. مجلس الاهلي يجتمع اليوم بالشيخ زايد. مجلس اداره النادي الاهلي هيبقى في الشيخ زايد بيناقش عدد من الامور خاصه بانشاءات النادي الجديد تمهيدا لافتتاحه اللي هيكون منتصف الشهر المقبل النادي الاهلي الجديد. يعني من ضمن المعلومات برضو الحاجات المتعلقه بالاهلي في صحف او في صفحات استاد الوفد اشراف الاستاذ اكرم عبد الغني. الالتراس تعلن مسانده الفريق الاحمر بالجبل الاخضر. خلاص هم رايحين الدفاع الجوي. الاهلي يسعى لايقاف مسلسل نزيف النقاط والهروب من كمين الشرطه. دي حلو، من كمين الشرطه بالدوري. ماشيه مع الشرطه. عادل يوسف ومحمد اللوي. عادل جميل، انا بحييهم على حلو. عنوان جميل قوي. حلوين زملاء محترمين. جريدو يحفز اللاعبين للعوده للانتصارات والقماش يبحث عن مفاجاه. وبصراحه يعني كانت خدمه ماشيه. انا عامل شغل جميل جدا مع اتحاد الشرطه. هو كان لاعب في الاسماعيلي لاعب كويس وينج رايت سريع وجميل، فربنا يوفقه. جريدو في انتقادات موجهه ليه من جمهور الاهلي قبل ما حتى يعني انا استغربت من جمهور مثلا او من مشجعي نادي الزمالك او انديه اخرى لما يقولوا لي بص احنا زملكاويه بس احنا بصراحه يعني شايفين ان جريدو مثلا اخطاؤه كذا وكذا وكذا. يعني الراجل رغم ان هو شيك وجميل وعنده فكر اسباني، بس ما شفناش الفكر الاسباني لغايه دلوقتي. لكن انا فوجئت فعلا انتقاد الزملكاويه ليه، رغم ان هو يعني فرح المفروض يفرح ان هو موقع او مش موقع، يعني مش هو ده الاداء اللي كانوا منتظرين. والله برضه انا اعتقد الكلام ده مظبوط الى حد ما. انا شايف اللي هو جريدو مستواه يعني متوسط، يعني مش هو ده التكتيك انه جاب بطوله مش موجوده في الدولاب المصري ولا الكونفدراليه. معلش حسام، هي بطوله ايه؟ ده بطوله ضربه راس في اخر 3 دقائق من عماد متعب، وربنا اراد كده، يعني ربنا اراد. عنده السوبر 21 ان شاء الله. لا وفاق ستيف. وريني بقى نفسك، يعني وفاق ستيف هو الاختبار الحقيقي على مصطفى شاكر في الجزائر. مصطفى شاكر اللي هو على فكره ملعب صعب جدا جدا للفرق المصريه. ولما نروح بقى لوفاق ستيف هقول لك هو الاول الدوري الجزائري حاليا على فكره مع بجايه هو متصدر بفرق الاهداف، يعني هما الاثنين نفس النقاط بس هو فرق 4 اهداف. انا عايز اقول المدرب الاسباني هو رغم اللي هو كان مدرب لفيا ريال يعني الغواصه زي ما بيسموها في اسبانيا وريال بيتيس، يعني قعد برضه حوالي موسم، لكن برضه مستواه بحس اللي هو متوسط، يعني مش اللي هو مش مانويل مثلا، مش خوسيه مانويل مدرب النادي الاهلي البرتغالي. يعني بحس اللي هو لسه الفكر لغايه دلوقتي ما ظهرش على ارض الواقع اذا كان في فكر يعني. لكن انا شايف ان النادي الاهلي برضه مش هو الاهلي بتاع زمان خالص. احنا طبعا عارفين الظروف. النادي الاهلي بعد العناصر الاساسيه وابو تريكه ووائل جمعه، مستوى النادي الاهلي في عنده مجموعه اصابات، بس انا شايف الشباب تريزيجيه واللعيبه اللي هم الشباب ورمضان صبحي، وانا شايف ان هم لعيبه كويسه جدا. واتمنى وعمرو بقى جمال، يعني عمرو جمال ده يرجع بالسلامه ان شاء الله. ونتمنى اللي هو انا سمعت هو راجع من انجلترا من امبارح تقريبا وراح اسبانيا والمانيا عشان الاصابه بتاعته، وان شاء الله يرجع تاني للنادي الاهلي والمصري طبعا قبل النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. طيب الخواجه الثاني بقى اللي موجود دلوقتي في الزمالك فريرا، وهو خواجه برتغالي. اعتقد انه يعني النهارده كان موجود في الزمالك وبيتفق على حاجات كتير. عايز يجيب خبير لياقه بدنيه يقيس اللياقه البدنيه للعيبه ويضع بعض القياسات عشان يتم على اساسها وضع الاحمال التدريبيه والبدنيه للعيبه ويشوف قدراتهم فيما بعد. الراجل عايز يشتغل بقى باسلوب منظم مع فريق كبير برضه. يا ترى فيريرا بعد هروب باشيكو برضه كان من المديرين الفنيين الجامدين، لكن ما كانش ليه حظ مع اداره نادي الزمالك. هل تعتقد انه فيريرا هيكون اضافه لسجل المديرين الفنيين الاجانب اللي جم مصر؟ اتصور انه هيكون اضافه، لان هو كمان كان مدير فني نادي سبورتنج لشبونه، وده من اكبر انديه واعرقها
مش في البرتغال بس، لكن في اوروبا. مورينيو انتقده اظن في احدى الصحف البرتغاليه. انتقده طبعا. هو ما هو طبعا انت عارف مورينيو ده السبيشال وان، العبقري المجنون. يعني هو بينتقد، والغريب بس هو ما انتقدوش عشان جاي مصر، هو ده ملاسنات صحفيه بينهم وبين بعض يعني. بالظبط، هم زملاء. وهو انتقد برضو مانويل خوسيه هنا في مصر، يعني لما كان مدرب النادي الاهلي وقال هو مدرب كبير وبتاع، لان طبعا انت عارف حضرتك اللي حتى بلاتر دافع عن مورينيو سبيشال وان، وقال ان متعه الكوره في الاثاره وفي الحاجات الجميله اللي بيعملها مورينيو. بيعمل اثاره على الدوري الانجليزي حاليا زي الدوري الاسباني. تفتكر يقول لك انا السنه اللي فاتت قال، وهو كان بيقول كده عشان بس يعمل يعني بهارات شويه، يقول انا مش هفوز بالدوري الانجليزي، انا تشيلسي لسه بكون. وفعلا هو بيقول كده اثاره، لكن هو كان عايز هو اخر تصريح ليه انه مستمر 10 سنين في الدوري الانجليزي. بالظبط، هو كان عايز يكسب السنه اللي فاتت مع البلوز الدوري، لكن مان سيتي عملها. انا هقول عنوان سريع قبل ما نتوقف معاكم للحظات. في الوفد مصطفى جويلي كاتب تيجانا وصف التعاقد معه بضربه معلم مع فيريرا. اليوم جلسه تعارف بين البرتغالي فيريرا ولاعبي الزمالك. الجهاز الفني يختار 20 لاعب لمعسكر الفريق استعدادا لإنبي. في الجمهوريه عبد الناصر سليمان واحمد جلاء كاتبين الزمالك رفع درجه الاستعداد لإنبي. اما محمد لاهوني في الوفد فبيقول إنبي يحفز لاعبيه بالمكافآت، ولطفي يحمي العرين البترولي. لحظات وأعود لحضراتكم.